والله يا وعد الله، انا اتحدى ابو علي المصري، واتحدى اكبر معمم ان يناظرني. انت قلت في البدايه انا اتحدى اهل السنه ان يناظروا المستبصرين. انا اتحدى ابو علي المصري ماشي، واتحداكم جميعا. خلص، قبلنا وانا تحديتك اكثر من مره. انت قبلنا. قبل لا تتحدى، شوف ابو عبد الملك، اصبر. قبل لا تتحدى، انت تجاوزت على والده الحاج وعد اللامي، وانا اعرفها الحجيه حق المعرفه. شوف والله العظيم، يعني اتكلم معك كلام ما سامع، اما ان تعتذر من والده الحاج، واما حشل يسمع ادوس راسك بالقذنره، انت وامثالك. يا ما تستحي، يا ما مؤدب، يا ما مؤدب، يا غير مؤدب، يا ما متربي. شايب ولك انت، شايب سنونك مكسره وصاير لاعب الدين، ورجليك مسحه بالقبر، ربعك شبعه وما يورد، ولو انتم ما تحطون ما يورد. زين، اخلاق ما عندك، دين اخلاق ما عندك، دين ما عندك. تقول انا شيخ، هي اخلاق شيوخ؟ انت مال شيخ؟ انت شيخ بطيخ؟ انت شنو انت من شيخ؟ انت شنو انت؟ والله ما تسوى ترسد لك تبن حشل يسمع، لا فهم لا علم. زين، تتجاوز على مرة نعالها يشرفك ويشرف ابوك. يا ما تستحي، يا ما تخجل. تربية شوارع. والله يروح في دول الشوارع. والله العظيم احنا معاشرين اخواننا الكراد وشايفينهم. والله اسفل السافل اللي بالشارع احسن اخلاق من هذا اللي ما عنده اخلاق. يدعي الشيخ صاعد على المنبر 30 سنه. الان سيدنا مو عندنا الاخ توفيق، والله صاعد على المنبر مال ملاهي اربيل. سيد مو عندنا انت تربيه ملاهي، انت تربيه دق ورقص. عندنا لين الله طول بالك يا شيخ ميتم. عندنا الاخ توفيق وعندنا الاخ عمار، وعندنا يصير اختلاف ويصير هذا، بس ما حد يغلط على الاخر. هذا اجى يسب بامي ويسب على ايش ما اعرف، انا شنو اللي مسوي له ما اعرف، لكن على اي حال. لا، والمشكله يعني هو قبل يومين يسب ويوصف والده الحاج بعد باقذر الاوصاف، وهسه يتصل يريد مداخله. عين وقحه، والله عين وقحه. انت شنو انت؟ ما تستحي، ما تخجل؟ يعني حياء ما عندك؟ يعني انت من ناس سب امه ومن ناس تقول اعطيني مداخله؟ يعني شنو انت ولك من بشر؟ ابو عائشه موجود؟ ممكن تعليق على الموضوع ده؟ اي تفضل استاذ عمرو، تفضل. الله يحفظك ويبارك فيك. بص، هو اللي بيقصد المحصنات والمؤمنات ده في الاسلام بيتقال عليه ساقط العداله. ساقط العداله ده معناه انه لو دخل في محكمه لا تؤخذ له شهاده، ويشهر بين الناس ان ده ساقط العداله. يعني الناس تقول ايه؟ عبد الملك ده اسلام، خد بالك، راجل يقذف، واخد بالك، وساقط العداله، كذاب يعني. الاسلام لم يتهاون في هذا الامر، ولذلك حتى لما يجي يقول لك ايه في الايه هنا ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا اولئك هم الفاسقون. فالاخر حته هنا القران، يعني المفسرين قالوا ايه؟ لا تقبلوا لهم شهاده ابدا، ده حتى لو تاب ماشي، تبت بينك وبين ربك، لكن انك انت اخلاقك المنحطه تخليك تصل لدرجه انك تسب امراه مسلمه او فانا كبشر، انا بشر، انا ربنا بقى اللي يعرف حالتك، لكن انا كبشر ما اقدرش اثق في منحط بهذا الايه الاخلاق. بس هو ده اللي الاسلام بيقوله في حق هذا الرجل يعني. على اي حال، انا ما اعرف هاي مقدار البغض والعداوه، لماذا؟ علما انه انا عاملهم بكل احترام، لكن هذه الدنيا وهذا هو العمل في سبيل الله تبارك وتعالى، الانسان يتحمل. والله يرحم الراحمين. وانا تعودت يعني الاخوه سيد ميثم هذه 35 عام تقريبا، وقيل عني ما قيل، ومع هذا في سبيل الله تبارك وتعالى. اليوم اتصل بي الأخ محمد أبو طلال، فقال لي عندي $1600